السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم بريس أرب. إليكم عنوان هذا الفيديو: بالماضي يترك معسكر منتخب الجزائر لحضور حدث هام. لنشاهد التفاصيل. قبل ما نبدأ في التفاصيل نرجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز، وشكرا لكم. أكد جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر في تصريحات للتلفزيون الحكومي الجزائري أنه سيكون حاضرا لمتابعة مباراة الديربي الكبير بين اتحاد الجزائر وجاره المولودية الجزائر. ويقام الديربي بين العميد والسوسطارة يوم الجمعة 29 ديسمبر بملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر لحساب الجولة 11 من الدوري الجزائري. ويحتل مولودية الجزائر صدارة الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي جاره الاتحاد في المرتبة 13 ب7 نقاط مع امتلاكه 3 مباريات مؤجلة بسبب ارتباطاته الخارجية ومشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال بالماضي بخصوص حضوره الديربي المرتقب أنه لمن دواعي سرور حضور الديربي نتمنى أن تسود الروح الرياضي في المباراة، وسيكون هناك لاعبون سيشاركون في الديربي سيتم اختيارهم في قائمة المنتخب، وإن شاء الله سيقدمون أداء جيدا. للإشارة فإن الديربي الكبير سيعرف مشاركة 4 لاعبين موجودين في القائمة الأولية لمنتخب الجزائر الخاصة بكأس إفريقيا 2023. هم يوسف بلايلي وجمال بن العمري من مولودية الجزائر، وزين الدين بالعيد والحارس أسامة بن بوط من اتحاد الجزائر.